الله حقوق أوقس وقوق أوز كاتم يصجأتوا بلان. أعزائي الطلاب، نبدأ الآن بدرس جديد ولكن نفس الدرس الدرس السابق، بما أنه هالحرف هذا له أهمية وله تراكيب فطولوا بدرسين وحسنا فعلوا. عنوان الدرس مثلا حرف الحاء إذا اتصل في حروف علة كيف بيلتفظوا؟ ح زائد ألف بصير حا. حا ما له معنى مستقل. حرف الحاء بعد الفتحة بصير ح. ح قلنا في الدرس السابق كلب أو شعير، ح ككلمة مستقلة طبعا. ح بعده ح، حرف الحاء والكسرة بصير فعل أمر بمعنى خذ. ح خذ. ح حرف الح هذا الحاء له معنيين، الأخذ والعطاء. الأخذ والعطاء. قح هات له هون، ح خذ، مح خذ، فح خذ له إلى آخره. إذن ح معناته خذ فعل أمر. حي ما له معنى لحاله، حي بس حاطين حرف الحي مع الياء المكسورة، حي. فوق تحكت شرخر، تحكت تح معناته الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة تح. شت جاج، بما ان الدجاج الرومي الكبير سموه هذا جاجة الله. تحكت هذا التفسير الحرفي لكلمة تحكت. تحكت هو دجاج الحبش او ديك الرومي. ديك الرومي تحكت. تحكت. تح هو كلمة الله، وشت دجاج، دجاجة الله، يعني تحكت الديك الرومي الدجاجة الكبيرة يعني. تحكت شرخر، شر فراخ، شر فرخ مفرد، خر جمع. تحكت شرخر فراخ دجاج الحبش، فراخ ديك الرومي. مر معنى قاز شرخر، شت شرخر، بسشت شرخر، هنا تحكت شرخر. الشر إذن صغير، الصغير صغير الحيوانات. تحت كلمة نحبمجة. نحبمجة كلمة مركبة من عدة مصطلحات، معناتها باللغة العربية على الأكثر، على الأكثر، على الغالب، في الأغلب. نحبمجة. نح من للتفضيل، من للتفضيل. لازم يكون ما بيجي نح كلمة لحاله، لازم يجي المفضل والمفضل منه مع بعضهم، يعني نحين، نح تسك، ونح صابغ، ونح جاك، ونح داك، نح آي إلى آخره. نح للمقارنة، للمقارنة من للمقارنة، مقارنة شيء بشيء ثاني. نح بمجأ، نح من للتفضيل مقارنة، ب كثير، بم على الأكثر، جاء اسم فاعل. نح بمجأ في الأكثر، على الأكثر، على الغالب. نح بمجأ، نح بمجأ. الكلمة اللي تحتها نازيح. نازيح اسم بنت، اسم بنت نازيح، بيسموه بالقوقاز كلمة نازيح. نازيح اسم بنت. تحاكت. تحاكت. تحاكت ديك رومي.
تحاجت دجاج حنبش أو ديك رومي تحاجت. إن هذا شرحنا أنه من مصطلحين أو من كلمتين، اتحى وشت. اتحشت ديك رومي. عنوان النص: تحشت شرخر. تحشت شرخر. تحشت ديك الرومي شر فرخ، خر فراخ. تحشت شرخر فراخ ديك الرومي. تحشت شرخر صغار ديك الرومي. شتخر شت دجاج. شتخر الدجاجات. تحشتخر تحشت ديك رومي. تحشتخر الديوك الرومية بالجمع. بس شتخر بس ماء، شت دجاج، بس شت معناته بط. بس شتخر البطات. قاز خر قاز وز خرج للجمع الأوزات. عار شاقو بزوجة زعجة خرر. عار هذا هو شاقو بزو. شاقو بزوجة. هنا في شاقو بزوجة. شاقو معناته أرض الدار. نحن بنقول أقو. أقو كلمة تركية مأخوذة من كلمة إيف. كلمة تركية، والأضبط أنه شاقو. شاقو أرضية الدار. شاقو بزو. بزو عصفور. بزو عصفور. شاقو بزوجة يعني عصافير الدار. عصافير الدار. شاقو بزوجة زعجة خرر. زعجة خرر الذي ينادونهم زعجة خرر. ذا الذي ذا جمع. جا ينادي يصرخ. جخر جخر للجمع، والإر الثاني للتعريف ذا جخرر الذين يسمونهم بالطيور الداجنة. إذا من نعيد الجملة من أولها ومنقول: شتخر الدجاجات، حشتخر الديوك الرومية، بشتخر البط، قازخر الأوز. هؤلاء الذين يسمونهم الحيوانات الداجنة باللغة العربية. شاقبزو يعني طيور الدار. بالعربي بيستعملوا كلمة الداجن بدل طيور الدار. الداجن الداجنة. هؤلاء الطيور الداجنة. إذن الدجاج والديك الرومي والبط والأوز هذول هن اللي بيصيحوا لهم بالحيوانات الداجنة. الطيور الداجنة. الطيور الداجنة. تا تيوناغوش شاقبزو تي أربة. تا نحن تيوناغوش بعائلتنا. بعائلتنا شاقبزو. شاقبزو شاق دار بزو عصفور الدار. شاقو بزو واو تي أربة العصافير الذي يوجد عندنا كثير. شاقو بزو تي أربة. تا نحن تي وناغوش تي خاصتنا وناغوش بعائلتنا. شاقو بزو الحيوانات الذي يقال له حيوانات داجنة. تيئر الذي عندنا بكثير. بكثير. شوفوا التيئر. تي خاصتنا ملك أو يد
والآر للتعريف الذي عندنا بكثير. إذا أنت تناوج الشاق بزوة أربة. بعائلتنا لدينا الكثير من الطيور الداجنة. بسكة شرخمة، بسكة خمرة، قاز خمرة، رينو بسماقوخ. بسكة خمرة، قاز خمرة، رينو بسماقوخ. بسكة خر طبعا البط، القاز الوز، دائما يذهبون إلى الماء. بسم ماء، بسم إلى الماء بصير اسم مجرور. بسم ماقوخ يذهبون، ماقوى يذهب، هو يذهب، ماقوخ يذهبون ماقوخ. شت خمرة تحشت خمرة أنا حبمت شاقوم دتخ. شت خمرة، شت دجاج، خمرة الدجاجات. تحشت خمرة وطيور الديوك الرومية. نحبمشة على الأكثر، على الغالب شاقم دتخ. بيبقوا بأرض الدار، يبقون في الدار. هذوليك بيروحوا على المي، هذول على الأكثر بيبقوا بالدار لأنه ما بيحبوا ينزلوا بالمي. نازحة، نازحة اسم البنت نازحة. تحشت شرخر، نازحة تحشت شرخر، رينو يغاشخخ. نازحة اسم البنت، تحشت شرخر، تحشت ديك رومي، شر فراخ، خر الفراخ، فراخ نازحة. رينو دائما يغاشخ، يا ضمير الشخص الثالث المفرد. غا جعل صير، شخ طعام. الشيء الثاني للجمع يطعمهم، يطعمها، يطعمه. نازحة شركر، نازحة دائما تطعم صغار ديوك الرومي. نازحة دائما تطعم صغار الديك الرومي. تحت في كلمات خاتة، خاتة بستان، خاتة بستان، خاتة. حاسة حقل، حاسة حقل. حقل بصير حقل زراعة، بصير النفط حاسكر، حقول البترول أيضا في حقل حاسة. يخغ، يخغ. يخغ له معنيين أو أكثر. يخغ معناته خن حصاد، يخ معناته انقل من، يخغ معناته محصود، حصده يخغ. احغ أخذ بالماضي، اخغ كمان بالماضي، احغ بالماضي. ضمير الكسرة ضمير الشخص الثالث المفرد، ضمير، هو ضمير. أخذ، احغ أخذ. والغين فعل ماضي، للفعل الغ للفعل الماضي. احغ معناته أخذ، أخذ فعل ماضي أخذ. خسحة، خسحة. هنا كلمة ح بيجي معنا، ولكن إذا إجا موصول ما إجا لحاله، لحاله بصير كلب أو شعير. أما لمن خسحة مع كلمة بصير له معنى ثاني، يتطاول إلى. خسحة، خسحة، خسحة معناته يتطاول، يمتد، يدخل إلى
داخل شيء، داخل شيء طبعا سائل. خسحة، خسحة يعني يدخل إلى شيء، أو بسم خسحة يدخل إلى الماء ويسبح فيها، خسحة. تحته تحكت أن الديك الرومي تحكت، الديك الرومي تحكت. بعدين خيحة، خيحة، خي، حرف الخي بدل على حدوث الفعل ضمن شيء. خحاق دخل إلى شيء، إلى شيء يعني في شيء طويل عم بيغطي قسم من جسمه، مثلا كوت حاسم خحاق، لما بيكون حقل القمح طويل بخحاق دخل ضمنه، مثلا وتسم خحاق، إذا العشب طويل بخذ خحاق دخل ضمنه، أما لما بيكون قصير ما بصير خحاق، بصير تيحاق، تيحاق. إذا بسم خحاق لأنه الماء يغطي شيء من الجسم. إذا خي يخبرنا عن حدوث الفعل ضمن شيء عم بيخبي قسم من جسم الإنسان. بسم خحاق، وصاب شم خحاق دخل في الغيم، بشسيم خحاق معناته دخل في السديم، في الضبابي، في اشياء ثانيه عم بيخبي قسم من الجسم. خيحاق، خيحاق، خي اذا حصول العمل ضمن شيء. ح اخذ، حاق، خيحاق اخذه الى داخل، اخذه الى داخل. شيم خيحاق، مثلا بسم خيحاق، مزم خيحاق، لأن المز غابة والغابة بيخبي جسم زي خيحاق. أيوة. الكلمة اللي بعدها تحابة، تحابة ورقة، ورقة شجر، ورقة كتابة، معلش تحابة، شغل تحابة ورقة شجر، قغاغة تحابة ورقة ورد، مثلا دتخاثة تحابة ورقة من دفتر، تشت تحابة ورقة من كتاب. هون خلصنا الدرس أعزائي الطلاب، بنعيد الدرس مرة ثانية. الكلمات الموجودة فوق، حا، ح معناته شعير وكلب، ح فعل أمر خذ، خذ، ح خذ، حي ما إله معنى. فوق تحشت شرخر، تحشت دجاج حبش، شر صغار فراخ، خر للجمع، تحشت شرخر معناته صغار الديك الرومي. نح بمجة، نح من للتفضيل للمقارنة ما بين شيئين، نحين، نحتك، نح كذا، أكبر أصغر. أيوة. نح كثير، بمجة، نح بمجة على الأكثر، في الأكثر، بالأكثر. هون بيجي بالأكثر، لأنه كلمة ذكرتها مرارا إلى 17 معنى، إلى 17 معنى حسب التركيب اللي بيجي قدامه، وهذول راح يمر معكم بالتسلسل السهل جدا وما راح يلبككم أبدا. نحبمشة على الأكثر. تحت كلمة نازيح اسم بنت. تحاجت، نحن بنقول تحاجت، لا تحاجت، لأنه هي كلمة مركبة، والكلمات المركبة بدك تغير أواخر الكلمة الأولى، الحروف العلة كمان راح يجيكم تحاجت، تحاجت.
تحاجت، ما تحكت، تحاجت لأن كلمة مركبة. أيوة. تحكت شرخر، تحكت شرخر فراخ الديك الرومي، تحكت شرخر فراخ ديك الرومي. تشتخر، انتبهوا لهالكلام، تشتخر تحكتخر بسكتخر قازخر ار شاقو بزوجة زاجخرر. الدجاج والدجاج الرومي والبط والوز، هؤلاء الذين يدعونهم بالطيور الداجنة. شاقو بزو معناته داجن، طير داجن. تيوناوج شاقو بزو تي أربا، تيوناوج. بالنسبة لعائلتنا لدينا الكثير من الطيور الداجنة. شاقو بزو الطيور الداجنة، شاقو بزو هون صار في واوين، الذي بمعنى الذي عندنا كثير. شاقو بزو الطيور الداجنة الذي عندنا كثير. بسكت خمرة قاز خمرة رينو بسماق. البط والوز دائما إلى النهر يذهبون دائما إلى النهر. شت خمرة تحشت خمرة نحبمشة شاقم دتخ. الدجاج شت خمرة تحشت خمرة، والدجاج الحبش نحبمشة على الأكثر، نحبمشة على الأكثر شاقم دتخ، بيبقوا بأرض الدار. نازحة تحشت شرخر رينو يغاشخخ. نازحة اسم البنت، تحشت شرخر فراخ دجاج الحبش دائما تطعمها، يعني نازحة تطعم صغار الديك الرومي. تحت في كلمات خاتة بستان، حاسة حقل، اخغ حصد، اخغ حصد، احغ اخذ، اخغ حصد، احغ اخذ. خسحة يدخل الى داخل، خسحة يندفع الى داخل. تحاكت دجاج رومي، تحاكت دجاج رومي. خيحاغ أخذه إلى داخل، خيحاغ دخله إلى داخل. تحاب ورقة. أعزائي الطلاب، الآن نأتي إلى كلمات الدرس وإلى قواعد الدرس. كلمات الدرس: تحكت ديك رومي، تحكت ديك رومي. نح من للتفضيل، نح من للتفضيل للمقارنة ما بين شيئين. شاق بزو، شاق بزو طيور داجنة، شاق بزو طيور داجنة. حاسة حقل، حاسة حقل، حاسة حقل. خ احصد، خ احصد، خ احصد. خسحة يدخل إلى الماء مثلا، يدخل ضمن إلى الماء، إلى شيء سائل. تحابة ورقة، تحابة ورقة. أما قواعد الدرس فهو قواعد أخر قشاء وخغم قزر كاف كرر. الأسماء كيف تقع في الجمل؟ الأسماء تقع في الجمل على أحد الشكلين: إما تقع اسم فاعل، وإما اسم مفعول. أما اسم فاعل وإما اسم مفعول. في له تسميات روسية وأنا ما بدي أقرب عليه هون، ما بدي أقرب. اسم فاعل إما مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل، مبتدأ فاعل أو نائب. اسم مفعول مثلا أو عضو مساعد، تشلينغوا زراعة مثلا. الاسم الفاعل
ماشينر، ماشينر ماكو، السيارة عم تمشي. العضو المساعد المفعول به أو الاسم المجرور موسى ماشينم أفرش، موسى يعمل بالآلية بالسيارة. إذن اسم الفاعل الأسماء يقع في الجمل على أحد شكلين، لأنه وشأوخغة معناته جملة إما يقع مبتدأ رئيسي أو ثانوي، مبتدأ رئيسي أو مفعول به أو اسم مجرور ثانوي. تشالر تشالم، تشالر وتشالم، تشالم بصير بده فعل متعدي لإتمام المعنى. وسيأتي شرح هذا الدرس بشكل مفصل أفضل في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.